زي ما احنا شايفين ان الزحلقة مش مستقيمة ومليانة تعرجات، وعايزين نخلي البن تتحرك نفس الحركة بتاعت شكل الزحلقة. هقف على اللاير وهعمل ماسك بالبن تول، هرسم الشكل اللي انا عايزها تتحرك عليه، وبعد كده هدوس على الماسك باس وهعمل كات وهفتح البوزيشن وهعمل بيس. هلاقي ان هي اتحركت نفس الحركه اللي انا رسمتها، لكن برضو الحركه مش طبيعيه. ازاي نخليها كده؟ محتاجين نخلي الكي فريم ايزي ايز. هنقف عند اول كي فريم واخر كي فريم ونعمل رايت كليك ونختار ايزي ايز، ولما نبص عليها هنلاقيها عملت كده. وعند كل نقطة البنت بتقف عندها هنغير في الروتيشن، فلما هتيجي عند الحتة دي هعمل كي فريم، وهنا هيكون جسمها لف شوية بالطريقة دي، ولما نرجع للحتة دي جسمها هيكون رجع تاني. هناخد كوبي بيست. دلوقتي الحركة تقريبا مظبوطة، بس لسه فيها مشكلة صغيرة وهي انها سريعة قوي. ازاي احرك كل الكي فريمز مع بعض تفضل بنفس النسبة؟ هعمل سيلكت لكل الكي فريمز وادوس على الت وادوس على اخر كي فريم واسحبه، هلاقي ان الكي فريمز كلها بتتحرك مع بعض. هعمل سيلكت على الكي فريمز اللي عايز اتحكم فيها وهفتح الجراف اديتور من الايكون دي زي ما شفنا، وهلاقي عندي دول الاتنين كي فريمز اللي كنت بتحكم فيهم، وعندي هنا خط جنبيها لو شدتها هلاقي ان الحركة بتتغير بالشكل ده، فدي بقت سموز لكن دي بقت سموز اكتر زي ما احنا شايفين. لو جينا نتفرج على انيميشن